السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنتعرف على مجموعات بطولة كأس الأمم الآسيوية تتلعب بيوم 12/1، يعني يوم الجمعة القادمة. المجموعة الأولى فيها قطر والصين وطاجيكستان ولبنان. المجموعة التانية فيها استراليا، أوزبكستان، سوريا والهند. المجموعة التالتة فيها إيران، الإمارات، هونج كونج وفلسطين. كل الأمنيات الطيبة لفلسطين في البطولة. المجموعة الرابعة فيها اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام. المجموعة الخامسة فيها كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين. المجموعة السادسة السعودية وتايلاند وكرغستان وعمان. مباراة الافتتاح هتتلعب بين منتخبين قطر ولبنان، تتلعب يوم الجمعة 12/1 الساعة 6 مساء. تاني مباراة معانا في المجموعة الأولى استراليا والهند، تتلعب يوم السبت 13/1 الساعة 1:30 مساء. دلوقتي هنتنقل للمجموعة التانية اللي أول مباراة هتتلعب بين منتخبين الصين وطاجيكستان، هتتلعب يوم السبت 13/1 الساعة 4:30 مساء. تاني مباراة في المجموعة التانية أوزبكستان وسوريا، هتتلعب يوم السبت 13/1 الساعة 7:30 مساء. أول مباراة في المجموعة التالتة هتتلعب بين منتخبي اليابان وفيتنام، هتتلعب يوم الأحد 14/1 الساعة 1:30 مساء. تاني مباراة في المجموعة التالتة هتتلعب بين منتخبي الإمارات وهونج كونج، هتتلعب يوم الأحد 14/1 الساعة 4:30 مساء. هنروح بقى للمجموعة الرابعة، هتتلعب أول مباراة بين منتخبي إيران وفلسطين، هتتلعب يوم الأحد 14/1 الساعة 7:30 مساء. تاني مباراة في المجموعة الرابعة كوريا الجنوبية والبحرين، هتتلعب يوم الاثنين 15/1 الساعة 1:30 مساء. نروح بقى للمجموعة الخامسة، أول مباراة هتتلعب بين منتخبين أندونيسيا والعراق، دي هتتلعب يوم الاثنين 15/1 الساعة 4:30 مساء. وتاني مباراة في المجموعة الخامسة ماليزيا والأردن، هتتلعب يوم الاثنين 15/1 الساعة 7:30 مساء. أما المجموعة السادسة والأخيرة، أول مباراة هتتلعب بين منتخبين تايلاند وكرغستان، هتتلعب يوم الثلاث 16/1 الساعة 4:30 مساء. أما المباراة التانية في المجموعة السادسة هتتلعب بين منتخبين السعودية وعمان، هتتلعب يوم الثلاث 16/1 الساعة 7:30 مساء. تعرفنا النهاردة على مجموعات بطولة كأس الأمم الآسيوية اللي هتتلعب يوم الجمعة القادمة 12/1، وعرفنا كمان مباريات الجولة الأولى من هذه البطولة. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد أنا بقدمه يوصل لكم. شكرا.